المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء الأول من حياة الإسكندر الأكبر، ووقفنا عند دخول الإسكندر لمصر وبناء الإسكندرية، وعرفنا إنه واحد من أفضل القادة العسكريين على مر التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ماهر محمد من قناة إيجيبيديا. لو أول مرة تشوف فيديوهاتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، دعمكم لينا بيقوينا. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، بعد ما الإسكندر الأكبر دخل مصر من غير أي مقاومة من أهل مصر وبنى مدينة الإسكندرية، في نفس الوقت اللي كان فيه مدينة الإسكندرية بتتبني، قرر الإسكندر إنه يعمل رحلة روحية لمعبد الإله آمون في واحد سيوة بالصحراء الغربية. والإله آمون ده في مصر زيه زي الإله زيوس عندهم في الإغريق، عند الإغريق في اليونان يعني. وكان معبد آمون اللي موجود بواحد سيوة زي ما قلنا مشهور إنه واحد من أهم معابد التنبؤ والروحية في منطقة البحر المتوسط. وأول ما الإسكندر الأكبر وصل للمعبد قابلوه كهنة المعبد بكل ترحاب، واللي قاموا بتنصيب الإسكندر الأكبر فرعونا على مصر، وأعلنوه ابنا لآمون كبير الآلهة المصرية في ساعتها، ولبسوه تاج على شكل كبش ليه قرنين. وعشان كده الإسكندر الأكبر اتلقب بالإسكندر ذو القرنين. ومن ساعتها وبدأ الإسكندر يقول إن أبوه الحقيقي هو زيوس أمون أو زيوس أمون، وقام بسك عملات عليها صورة ليه وهو لابس التاج اللي على شكل كبش بقرنين. بعد كده رجع الإسكندر مدينة منف، وقبل ما يسيب مصر قام بتنظيم الحكم في مصر تنظيم دقيق، وقام بتوزيع الحكم بين المصريين والإغريق، وخلى السلطة المالية والعسكرية للإغريق، وادى المصريين السلطة الإدارية. وكان حريص إنه ما يخليش في حاكم إغريقي على مصر، وبكده يكون ضمن رضا المصريين وإنهم ما يعملوش أي ثورات داخل البلاد، وبكده تكون مصر أصبحت ولاية إغريقية. وفتح أبواب الهجرة للإغريق إنهم يهاجروا لمصر، ودي كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، عشان دخل تطورات وثقافات جديدة وحضارات متنوعة للشعب المصري. وقبل ما يغادر الإسكندر الأراضي المصرية قام بعمل احتفال كبير رياضي وثقافي، وشارك فيه كل من المصريين والإغريق للتعاون بين الحضارتين. وكمان أمر موظفيه إنهم يقوموا بعمل إصلاحات للمعابد وتجديد معبد الكرنك، وبعد كده شد الرحال باتجاه الشرق مرة أخرى. وبعد ما خرج الإسكندر من مصر كان عازم النية إنه يروح للفرس في عقر دارهم ويقضي عليهم، فوصل لبلاد ما بين البحرين، وده المكان اللي كان فيه الشاه دارا الثالث. لو انتوا فاكرين احنا قلنا اسمه اكتر من مرة في الجزء الاول، لكن المرة دي كان الشاه دارا الثالث مجهز جيش كبير جدا اللي كان عدده ما بين 200 ألف و 250 ألف جندي، وده حسب مصادر قديمة. لكن بعض المصادر المعاصرة قالوا إن الجيش كان عدده يتراوح ما بين 50 ألف و 100 ألف جندي. لكن جيش الإسكندر في الوقت ده كان عدده 47 ألف جندي فقط. اختار الشاه موقع المعركة بعناية فائقة عشان ما يحصلش معاه زي اللي حصل قبل كده من سنتين واللي احنا ذكرناه في الجزء الأول. اقترح بعد قادة الإسكندر عليه إنهم يبغتوا جيش الفرس بالليل على فجأة، لأنهم لو واجهوا الجيش بالنهار في العدد الكبير ده مش هيقدروا يواجهوه وجها لوجه. لكن الإسكندر رفض الفكرة تماما، وقال إنه ما ينفعش يسرق النصر، لكن هيكسب المعركة عن جدارة. وإزاي إنه يبقى ملك آسيا الحق، اللي هو هيبقى ملك آسيا الصغرى الحقيقي، لو ما كسبش المعركة بشرف. وفي اليوم التالي اتجه الجيش الإغريقي لساحة المعركة عشان يلاقوا جيش الفرس واقف مستنيهم، وكمان كان مع جيش الفرس
بعض العجلات الحربية، وكمان كان في أفيال جابوها من الهند مخصوص. وهنا بقى ظهرت براعة الإسكندر العسكرية في بداية المعركة، وقام بالجري بمحاذاة الجناح الأيمن لجيش الفرس، وراح معاه مجموعة من أفضل فرسانه. اتجه ليه مجموعة من الجيش الفارسي لحد ما الإسكندر لقى فجوة حصلت بين صفوف الجيش الفارسي، فدخلها الإسكندر بسرعة فائقة، وقعد يمر لحد ما وصل للمكان اللي كانت مرفوعة فيه راية الشاه دارا، اللي أول ما لقى المقدونيين اخترقوا صفوف الجيش بتاعه فر هاربا مع بعض القادة بتوعه، وساب الجيش بتاعه يخبط مع نفسه. لكن الإسكندر ما سابوش، وفضل وراه لحد ما وصل مدينة أربلاء شمالا، لكنه ما قدرش يمسكه لأن الشاه عبر جبال زاغروس ولجأ إلى همدان. بعد كده دخل الإسكندر بابل عاصمة الفرس، وأول ما الإسكندر دخل بابل استقبلوه أهلها بالترحيب زي ما دخل مصر بالظبط، واستقبلوه بالترحيب، وادى الأمان للناس، ومنع جنوده إنهم يدخلوا أي بيت من البيوت من غير إذن صاحبها، وإنهم ما ياخدوش أي حاجة من حد بالإكراه. وبعد ما فتح الإسكندر مدينة بابل اتجه لمدينة سوسة، ودي كانت أحد العواصم الإخمينية المهمة، فدخلها واستولى على كل الخزائن اللي فيها. وبعد كده أخذ جزء كبير من جيشه واتجه إلى مدينة بريسيوليس، ودي كانت العاصمة الدينية للفرس. ولقوا عند معبر بوابات فارس جيش صغير بقيادة أحد الحكام، فهزموهم في معركة اسمها البوابة الفارسية، واستولوا على كل الخزائن اللي موجودة فيها. وقعد الإسكندر الأكبر في مدينة سوسة حوالي 5 شهور، وخلال الفترة دي قام حريق كبير في قصر اسمه خشيرشا الشرقي، وتوفى الإسكندر الأكبر في مدينة بابل سنة 323 قبل الميلاد، وكان عمره ساعتها 32 سنة. واختلف المؤرخون حول أسباب وفاة الإسكندر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل أعمالنا. قناة إيجيبيديا دعمكم لينا بيقوينا. أشوفكم بخير إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.